الطوموبيل ديال الشينوا بكثر من 111 مليون. الدينزا هي لا مارك بريميوم ديال بي واي دي واللي دخلت مؤخرا للمغرب. ما جاتش باش تنافس داسيا او لا الطوموبيلات الرخاص ديال الشينوا، حيت الطوموبيل فيها اكثر من 1156 ديال الخيل وكدير من 0 ل 100 في اقل من 2.7 ديال الثواني، وكتشارجها من 10% ل 70% في اقل من 5 ديال الدقائق. الطوموبيلات ديالها داخلين باش ينافسوا لي مارك الفاخره اللي كاينين في السوق. الدينزا ماشي الشركه اللي عاد بدات، ولكن تاسست في 2010 بشراكه ما بين بي واي دي ومرسيدس، ولكن في الاخر ولات مملوكه غير البي واي دي. كتركز على الفخامه، الراحه والقوه، واهم حاجه عندها هي التكنولوجيا. اوتونجما اللي ديجا جابت بي واي دي هي اللي جابت الدينزا دابا للمغرب، ودخلوا 3 ديال الموديلات. الموديل الاول اللي هو بي 5 طوموبيل رباعيه الدفع 5 ديال الكراسه وموتور هايبريد غوشارجابل، والثمن ديالها كيبدا من 63 مليون تقريبا. الموديل الثاني هو البي 8، حتى هي هايبريد غوشارجابل ولكن ب7 البلايص، والثمن ديالها كيبدا تقريبا ب 87 مليون. دي 9 هي واحد الميني فان فاخره موجهه للعائلات والنقل الفاخر، والثمن ديالها كيبدا ب 89 مليون. ولكن الطوموبيل اللي مسلط عليها الضوء ونضت عليها ضجه خصوصا في اوروبا، واللي ممكن تكون منافس قوي للبورش وبي ام دبليو ومرسيدس، واللي سبقنا هضرنا عليها، هي الزد 9 جي تي. طوموبيل رياضيه كتجينا بجوج ديال المحركات، كاين محرك 100% الكتريك وكاين هايبريد غوشارجابل، واللي هي الثمن ديالها كيبدا ما بين 108 حتى 112 مليون. وكيف ما قلنا النسخه الالكتريك ديالها فيها 1156 هورس باور. بي واي دي ولا الدينزا عندها التكنولوجيا ديال الشارج متقدمه، واللي كتقدر تشارجي في دقائق معدوده، اللي كتقل على 10 ديال الدقائق. المشكل فين كاين هو ان الشبكه ديال الشارج ما كايناش في المغرب، ولحد الان مع الافتتاح داروا جوج ديال الشارجورات، كاين واحد في الصاله ديال العرض اللي كانت في كازا والصاله ديال العرض اللي كاينه في الرباط. دونك ما كاينش شبكه ديال الشارج قويه بديك التكنولوجيا اللي كتشارجي بهذيك السرعه في المغرب كامل. هذه اول مشكل. وثاني مشكل، الا بغيتي تشارجي في المحطات العاديين غادي تاخذ واحد الوقت كبير. دونك الناس اللي غادي ياخذوا الطوموبيلات خاص يكون عندهم فين يشارجيو، يعني في الدار ولا في الخدمه، سينو غادي يتمشاو بليسونس في الاغلبيه ديال الوقت. ويمكن في المستقبل بما ان هاد لي مارك هادو كيدخلوا للمغرب بزاف، ممكن تكون عندنا شي شبكه ديال الشحن، خصوصا مع تسلا وكاع لي مارك ديال الضو اللي دخلوا مؤخرا. يعني على الوراق راه بي واي دي داخله كتنافس بقوه، ولكن في الواقع كاينين بزاف ديال العراقيل، ومن بيناتهم البنيه التحتيه ديال الشارج، اعاده البيع ديال الطوموبيلات اللي مازال ما معروفينش الكاليتي ديالهم، وحتى البيس غوشونج. واخا اوتونجما كيقول بلي عندهم ستوك كبير ديال البيس. الطموح ديال هاد لا مارك في المغرب كبير، ولكن كاينين تحديات. ما تنساش تقول لي الا كانت عندك هاد الميزانيه واش تقدر تختار هاد الطوموبيل هادي. ما تنساش دير فولو باش يوصلوك فيديوهات جداد، وتهلاو.